معاكم دايركتور ابتسام مجاهد. ودايركتور ده زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده اللي هو اول لقب عندنا في الشركه، اللي هو شيك ب 35,000 جنيه ومرتب متزايد او بيتراوح من بين 10,000 ل 15,000، يعني هو ممكن يبقى 11 12 على حسب النقط بتاعتك ازاي. تمام. انا طبعا بقالي فتره كبيره وانا عايزه اعمل لكم الفيديو ده او التدريب دون اللي هو ازاي اجمع الاوردر الشخصي بتاعي، ازاي استفاد من النقط الشخصيه بتاعتي اللي هي ال100 نقطه، او ازاي اجمعها وما تبقاش بالنسبه لي بعبع زي ما ناس كتير بتبقى خايفه اول ما تدخل ونيجي نقول لها تعملي اوردر بتنسحب من غير ما تفكر، من غير ما تسمع، من غير ما تعرف. زي ناس كتير وانا من ضمن الناس دي، بيبقى عندنا فكر خاطئ ومش عايزين نسمع من اللي قدامنا لان احنا سمعنا اراء لناس كتير ومصدقين الناس دي من غير حتى ما نحاول ان احنا نسمع لغيرنا او نسمع راي اللي قدامنا او افكاره ايه. فان شاء الله هتلاقوا افكار كتيره باذن الله تقدروا تستغلوها وتستفادوا بيها في الادخال، ويفيدكم كتير مع اعضائكم في التشغيل ان شاء الله. هو اول حاجه طبعا انا عن نفسي انا اول ما دخلت برضو كانت نفس المشكله بتقابلني. ايه ده، تعالوا نعرف مع بعض مثلا ازاي هجمع النقط دي، او ازاي هعمل الاوردر الشخصي بتاعي وازاي استفاد منه اكبر استفاده. بصوا، دي كلها كده شهادات. انا مفيش تدريب الشركه بتعمله الا لما بحضره، الحمد لله بتاهل له يعني. دي كلها كده شهادات اخدتها اي اكاديميه الشركه بتعملها، اي تدريب دبل دايموند انجي مؤسسه الفريق بتعمله، اي تدريب الشركه بتكون عاملاه الحمد لله بكون متاهله له وبحضره. فالحمد لله الحمد لله دايما اي مجال بدخله بحب ان انا اطور من نفسي وان انا استفيد من المجال ده وافيد غيري، وان فعلا انا مش داخله الموضوع اللي هو انا عايزه اشتغل وخلاص، لا، انا ببقى فعلا عايزه استفاد وافيد نفسي وافيد اللي حواليا وافيد الاعضاء اللي هتدخل معايا، لان اي عضوه بتدخل معايا انا بعتبر العضوه دي امانه. احنا طبعا اول ما بتسجلي معانا انت عارفه ان انت مستشاره تجميل، طلع لك كود بان انت مستشاره تجميل. طب مستشاره التجميل دي ينفع يبقى عندها مثلا حبوب في بشرتها، ينفع يبقى عندها قشره في شعرها، ينفع يبقى عندها اي مشكله من المشاكل اللي بتبقى موجوده عموما في السكين كير؟ ما ينفعش طبعا. ما ينفعش ان انا يبقى عندي مشاكل واروح اقول للحد تعالى انا بشتغل في شركه تجميل والشركه دي هتعالج لك المشاكل بتاع البشره او الشعر او الجسم وانا نفسي عندي مشكله. فابسط كلمه هيقولها لي اللي هو انت روحي عالجي نفسك الاول. ما انا لو مش صادقه قدامي اللي قدامي ده وانا بتكلم، هو اولا بيبان في صوتي، بيبان في كلامي، بيبان في اللي انا بقوله، هو انا فعلا انا صادقه معاه ولا لا. طيب طبعا احنا كلنا داخلين شركه جديده ما نعرفش عنها حاجه. انا عرفتكم في الفيديو اللي فات ان الشركه بتاعتنا منتجاتها طبيعيه 100% علاجيه، بيصنعها علماء ودكاتره، خاضعه للصرامه الاوروبيه، واخده براءه اختراع، عليها تصريح من وزاره الصحه. لو جبتوا اي منتج اي منتج هتلاقوا عليه العلامه دي. اي منتج من الشركه عندنا هتلاقوا عليه اللي هو بتصريح من وزاره الصحه. اي منتج، هاتوا اي منتج كده، اي حد فيكم اشترى منتج وهاتيه كده وشوفيه هتلاقي عليه اللي هو بتصريح من وزاره الصحه. يعني منتجات امنه وطبيعيه 100%، مش بناخد منتجات وخلاص، لا، انا باخد منتج فعلا طبيعي هيعالج لي المشكله، مش الفكره ان انا اشتري منتج وخلاص. يعني هو بالظبط عامله زي ما يكون انا بشتغل في شركه فودافون وبكلم حد من خط موبينيل وبقول له والله انا شغاله في شركه فودافون والشركه عامله عروض 1 2 3 وهتستفاد معانا والعروض كويسه جدا. ما انا لو صادقه في كلامي وعايزه اللي قدامي ده يصدقني، ابسط الامور ان انا هكلمه من خط فودافون اللي انا بقول له على العروض بتاعته. طيب انا برضو لو انا عندي مشكله في بشرتي، في شعري، في جسمي، في اي حاجه عندي، وراح بقول لحد تعالى عندنا منتجات في الشركه بتاعتنا علاجيه طبيعيه هتعالج لك مشكله، هو مش هيصدقني علشان هو شايف مشكله قدامه. ما هو لو انا فعلا المنتجات دي بتعالج كنت انا عالجت نفسي، مش اللي انا راح اقول لك تعالى خد منتجات وانا اصلا عندي مشاكل. طيب هل احنا بنبيع؟ هل احنا بنسوق؟
هل احنا بنمسك الكتالوج ونمشي نعرضه على الناس؟ بصوا اوريكم حاجه. ده كتالوج شهر 10 السنه اللي فاتت، وعندي طبعا كميه كتالوجات كتيره كانت بتجيلي مع الارض. بصوا من الجلده للجلده اهو، ولو فريته فيه من جوه اهو ما فيهوش خدش، لان انا اصلا الكتالوج كان بيجي مع الاوردر كده ما اعرفش عنه حاجه. بنتي اللي كانت بتقعد تلعب بيه، عندها هوس من المنتجات. فعمري ما مسكت كتالوج وقلت لحد تعالى اشتري منتج، ولا انا فكرت ان انا اعرض على حد منتج كده بالطريقه دي خالص. طيب انا بعمل ايه؟ هو طبيعي كلنا اصلا عندنا فكر خاطئ ان انا هدخل اورفلام، او كان عند الناس اللي قبلنا، يعني يمكن دلوقتي بقى في وعي شويه، ولا هو امسك الكتالوج وامشي الف على الناس وابيع. يا جماعه انا مش عايزه ابيع ومش عايزه اسوق، لا احنا مش اصلا مش عايزينك تبيعي ولا تسوقي. طيب انا قلت لكم ان الشغل بتاعنا في الفيديو اللي فات عباره عن حاجتين، اللي هو دراسه المنتجات وادخال اعضاء. طب هل ينفع ان انا مثلا طالعه بيت اطلع الدور الثاني قبل ما اعدي على الدور الاول؟ ما ينفعش. انا عشان اوصل لادخال الاعضاء وانجح فيه لازم ادرس المنتجات، وده جزء مهم جدا في شغلنا، وبستفاد منه كتير جدا جدا جدا، وده هو الاساس في شغلنا. انا لو درست المنتجات وتعلمتها وقدرت اعالج نفسي، اعالج مشاكلي، اعالج اساعد اعضائي ان هم يعالجوا مشاكلهم، انا هقدر انجح في الجزء الثاني اللي هو ادخال الاعضاء، لان هو اساسا هو محور شغلنا المنتجات. محور الشغل بتاعنا المنتجات. انا دلوقتي بشتغل في حاجه، ينفع اهتم بحاجه واسيب حاجه تانية، ولا اهتم بالشغل بتاعي كله؟ احنا عندنا مميزات كتيره جدا في شغلنا، واحنا من الناس الحمد لله اللي مش بتحب تضيع اي ميزه، وبتحب تستفاد بكل ميزه موجوده في الشغل. عندنا لو عملت نقط على كودي بستثمرها باخدها هدايا، والنقط دي بتوصلني للكاش باك اللي هو 750 او 1000 او 1500، اختار بيه منتجات مجاني. قبل كده طبعا كانت بتبقى هدايا قيمه جدا، برفيوم وميك اب او مجموعات للبشره، ايا كان بقى الهديه كانت الشركه محددها ايه. دلوقتي احنا بقينا نختار الهديه بنفسنا. طب انا خلاص هل انا ينفع اضيع حاجه زي دي؟ طب وانا اصلا لو اشتغلت عليها 10% من الشغل هستفاد بيها ومش هتضيع مني، وانا كده كده عندي اوريدي الشهر كله اقدر اشتغل عليها واستفاد استفاده كبيره جدا. احنا في شركه تجميل، ينفع مثلا ان انت تكوني شغاله مثلا، واحنا قلنا لك ان شغلك هيتقسم بين دراسه المنتجات وادخال الاعضاء، وليكن مثلا لو الشغل ده هقسمه هشتغل في اليوم 6 ساعات مثلا. تعالوا نقسم ال6 ساعات دول، نخلي ساعه منهم ندرس فيها المنتجات ونشتغل على تجميع الاوردر الشخصي بتاعي اللي هو ال100 نقطه، وال5 ساعات التانيين ابدا ادخل فيهم اعضاء، انزل اعلانات، اتابع الاعضاء بتاعتي، اعمل تدريبات، اسمع تدريبات. عندي 5 ساعات اعمل فيهم اللي انا عايزاه، والساعه دي اهتمي بيها يوميا كأن ده مثلا الواجهه بتاعتك. انت واجهه الشركه، فاهتمي بنفسك واهتمي بالواجهه بتاعت الشركه بتاعتك اللي انت بتعرضيها للناس. ابدأي اشتغلي عليها، صدقيني هيبقى بالنسبة لك أصلا تجميع النقط ده حاجة سهلة جدا، ويعني هتقولي هو ده أتفه حاجة في شغلنا. طيب أنا عضوة لسه جديدة، معرفش أي حاجة عن الشركة، لسه داخلة، طلب مني إن أنا أعمل أوردر، والأوردر ده المفروض إن أنا عشان أصلا هتعلم بيه أعالج مشكلة عندي. أنا عندي مشكلة، هبدا اشوف مثلا عندي مشكله في البشره، مشكله في الشعر، مشكله في الجسم، واعمل اوردر تفعيل اللي هو مثلا 20 نقطه 30 نقطه ايا كان حسب المشكله اللي عندي، اللي هو انا استفدت هنا وفعلت الكود بتاعي علشان اقدر اشتغل واوصل للخطوه الثانيه اللي هي ادخال الاعضاء. طيب هل انا مجبره على منتج معين، مجبره على نقط معينه؟ لا انا مش مجبره، انت ليكي كامل الحريه، بس انت عايزه تفعلي العضويه بتبداي شغل تمام، عايزه تستفادي بقى بالكاش باك اللي موجود على كودك بكل سهوله، في طرق كتيره جدا تقدري تستفادي من تجميع النقط ده بكذا طريقه هقول لك عليهم ان شاء الله. وتبداي ان انت بدل ما انت عملتي 20 نقطه بس وضيعتي منك البرنامج الترحيبي، عشان هو لو ضاع عليكي اول شهر هيضيع عليكي الشهر الثاني والشهر الثالث، ولو عملتي الشهر الاول وضاع عليكي الشهر الثاني هيضيع عليكي الشهر الثاني والثالث. فليه الشركه اصلا بترحب بيكي بالبرنامج الترحيبي ده؟
وعاملاه علشان ان هي تعوضك اصلا وتجربي منتجات مجانا. فليه دي فرصه ما تستغليهاش اسوأ استغلال؟ انا حد بيحب يستغل الفرص وحد بيحب الهدايا جدا، يعني انا بحب فعلا لو في هديه او في حاجه ان انا استفاد بيها. طيب ليه هستفاد بالحته دي؟ علشان ابدا انا طلعت خلاص السلمه الاولانيه اللي هي اساس شغلنا، اللي عملت اوردري وفعلت كودي وبدات. مش عايزه اعمل 100 نقطه ما اعملهمش براحتي، مفيش مشكله، انا كده كده معانا طرق كتير جدا هتتعلمي ازاي تعمليهم بكل سهوله، مش هتبقى بالنسبه لك بعبع ولا هيبقى الموضوع صعب ولا اي حاجه خالص. بس انا عايزه اوصل لمرتبات، عايزه اوصل لشيكات، عايزه اوصل لالقاب، عايزه اوصل لسفريات، عايزه اوصل الى ما لا نهايه في اورفلام، لان هي جمال ومال ومتعه. جمال اللي انا بحافظ على بشرتي بمنتج طبيعي وعلاجي، متعه، مال اللي هو بوصل لمرتب، سفريه، شيك، لقب، اللي انا بحقق ارباح مع الشركه. متعه اللي هو السفريات بقى، والسفريات مع اورفلام مش عايزه اقول لكم حاجه تانية. يعني انا بجد اورفلام بتودينا اماكن استحاله ان احنا نقدر نروحها، يعني مش موجوده في اي مكان تاني، او مش موجوده في اي شغل تاني. مفيش شغل بيعمل كده اصلا مع الناس اللي بتشتغل. طيب انا خلاص هبدا بنفسي وهشوف مثلا علاج مشكله عندي، وخلاص فعلت الكود بتاعي وبدات شغل، اللي هو اجيب حاجتي الشخصيه مش اكتر من كده، بدل ما اروح اجيبها من بره هجيبها من الشركه واستفاد بخصم كتالوج، استفاد بخصم عضويه، استفاد بنقط هتتحط على كودي هستثمرها اللي هي توصلني لمرتب او المستوى. بس طبعا مش نقطي لوحدي، لا، نقطي بقى اللي هو خلاص هبدا اعلم اعضائي هم كمان يعملوا اللي انا بتعلمه. انا عايزه اوصل لزياده الدخل. انا اكيد وكل الناس اللي كانت موجوده قبل كده مرينا بنفس الحته دي، وكان اكيد برضو كان عندنا نفس اعتراضكم عشان احنا لسه ما نعرفش. طب انا دلوقتي في ناس بتبقى مثلا عندها عقده مش عايزه حد من قرايبها يعرف انها شغاله في اورجلان، وانا كمان على فكره كان عندي العقده دي. بس طلعت كان عندي فهم غلط فعلا. يعني انا لما بدات انزل على صفحتي اللي انا شغاله في اورجلان، لقيت اقبال من ناس كتير جدا، سواء كان معارفي بقى او اصدقاء موجودين كده بس وخلاص معرفهمش. لان الناس دي شايفه صفحه ليها كيانها وليها مصداقيتها وبيحبوا يتابعوها ويحبوا يتابعوا البوستات اللي فيها. فلما بتتكلم عن حاجه احنا شايفين من الصفحه دي مصداقيه، فبالتالي هم داخلين. يعني انا لقيت دكاتره من الدكاتره اللي انا كنت بدرس معاهم في دبلومات التخاطب، في الكورسات كتير اللي انا خدتها، لقيت دكاتره بيرشحوا بيبعتوا الفيديو بتاعي لزوجاتهم عشان يدخلوا الشغل معايا. معانا طبعا في شغلنا دكاتره، مهندسين، معانا من كل الفئات، معانا ناس مثلا بمؤهل متوسط، معانا ناس ستات بيوت، معانا من كل المجالات، لان احنا شغلنا متاح لاي حد. فطبعا كان دي غلط عندي ان انا كنت واخده الفكره دي، والحمد لله ان هي اتصححت. وفعلا لما بدات انزل على صفحتي بدات الدنيا تختلف معايا تماما، وكنت غلطانه ان انا ما نزلتش من الاول. بلاقي طبعا الاول كلنا في اول ما بندخل تلاقي ناس كتير بيقولوا لك ده بيضحكوا عليكي، ده بينصبوا عليكي، ده عاوزينك تعملي الاوردر وخلاص، ايه ده بيقولوا لك خدي منتجات، ده عايزينك تسوقي مش عارفه ايه. لا، احنا عايزينك تبقي مستشاره تجميل، اللي هو تتعلمي ازاي تعالجي مشكله عندك، تفيدي نفسك وتفيدي غيرك. طيب زي ما انا قلت لكم لو ظبطت الوقت بتاعي هقدر استفاد بين الحاجتين اتنين الاساسيين اللي هم موجود عليهم شغلنا، اللي هو ادخال الاعضاء ودراسه المنتجات. ودراسه المنتجات زي ما قلنا دي حاجه مهمه جدا. طيب في حاجه كده في علم المبيعات بتاثر في حياتنا كلنا، هو عموما يعني او نظريه يعني علم المبيعات بيأثر في حياه الناس كلها، لان كل حاجه في الدنيا بيع وشراء، او حاجه بقى قايمه على التسويق. احنا من غير ما نحس اصلا بنسوق لفكره، بنسوق لمحل، بنسوق لصيدليه، بنسوق لسوبر ماركت، بنسوق لدكتور من غير ما نحس. ما هو انت بتسوقي، هو عايزاكي تسوقي؟ لا، انا مش عايزاكي تسوقي. هو علم التسويق دون احنا مثلا بنكتسب منه، لو انا درسته كويس جدا هكتسب منه تعديل سلوكي انا اولا في التعامل مع الناس، هكتسب منه مهارات الاقناع، هكتسب منه فن الردود، هكتسب منه حاجات كتير. طب تعالي اقول لك كده، لو انت مثلا حد بياع او بيبيع وعايزه تزودي مبيعاتك، طب اسالي نفسك كده 3 اسئله. هل انت فخوره بنفسك؟ كلكم كده اكتبوا الاسئله دي وجاوبوا بينكم وما بين نفسكم، هل انت فخوره بنفسك او فخوره بشغلك اللي انت دخلتيه ده؟
ولا مش فخوره بيه؟ هل انت حد راضي عن نفسه ولا مش راضي عن نفسه؟ راضي عن نفسك ان انت بتشتغلي في المجال ده ولا مش راضي عن نفسك؟ طب هل انت شخص بيحاول او دخل معانا علشان يزود دخله من خلال الشغل ده ولا داخله تدلعي؟ جاوب على الثلاث اسئله دول. لو قلتي في الثلاثه خلاص بقى هتشيلي اصلا من دماغك فكره ان احنا بنسوق او الكلام ده، وهتعرفي تتعلمي حاجات كتير وهتستفادي مهارات كتير من غير عقد. لان لو عندك حاجه من الثلاثه دول لا، يبقى كده في مشكله عايزه تتعالج. طيب انا عشان ابدا اعالج حد او اعلم حد حاجه، المفروض ان انا ابدا انا اتعلمها الاول وابدا بنفسي الاول، اشوف لو عندي مشكله، لو عندي احتياج شخصي ابدا اخد احتياجي الشخصي، سواء بقى ليا انا، لمامتي، لاختي، لصاحبتي، لجارتي، لسلفتي، لقريبتي، اللي هم الدايره بتاعتي القريبه قوي 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 مني. مش عايزين اكتر من كده. ابدأي بنفسك انت الاول، عشان فاقد الشيء لا يعطيه. ما ينفعش تروحي تبدأي بحد تاني قبل ما تبدأي بنفسك انت الاول، ويبقى عندك تجربه تتكلمي من خلالها. طبيعي ان احنا بنقول لاي عضوه داخله معانا ابدأي بعلاج مشكله. يعني انا مثلا كان عندي هالات، عالجت الهالات. كان بنتي شعرها متقصف وتالف، مش بيطول، قصير، خفيف، ضعيف، في تساقط. لما عالجت شعرها بدأت ثقة الناس اللي حواليا تزيد. مش انا اللي هقول لهم بقى تعالوا خدوا منتج، ده انا لقيتهم هم اللي بيقولوا لي احنا عايزين نفس اللي انت خدتيه بالظبط، نفس اللي انت جربتيه لبنتك بالظبط، مش عايزين اكتر ولا اقل، احنا عايزين نفس المنتجات اللي انت خدتيها بالظبط. طب في علاقة كده بين البائع والشاري. البايع بيكون خايف من الشاري، والشاري بيكون خايف من البائع، يعني علاقة عكسية. ازاي؟ البائع بيبقى خايف ان هو من اللي قدامه ده لما يقول له السعر هيتصدم ويقول له لا انا مش عايز. والشاري بيكون خايف من البائع ان هو ياخد منه حاجة والحاجة دي ما تنفعش او ما تفيدوش او ما يستفادش بيها. طيب انا بقى لو انا بعرض على حد فكرة او منتج ايا كان اللي انا بعرضه، لو انا مش واثقة وانا بعرض الحاجة دي هل هو هيثق فيا؟ لو انا مش واثقة هو مش هيثق فيا. فانا عشان اخلي اللي قدامي يثق فيا لازم انا الاول اكون واثقة من نفسي. لازم اكون واثقة وانا بتكلم ان فعلا المنتج اللي انا هرشحه له ده هيعالج له مشكلة. لازم اكون واثقة وانا بتكلم ان انا لما ابدا لك واشرح لك الشغل واقول لك ان في خطه ماشيين عليها، والخطه دي ناس كتير منها حققت القاب وحققت مستويات وحققت سفريات، لازم انا نفسي اكون انا وصلت عشان اقدر اقنع غيري ان هو يوصل. طب هتقولي انا لسه بتعلم، ماشي، التزمي بالخطه وامشي عليها هتبداي تحققي نجاح ومكاسب كبيره. طب انت دلوقتي طبيعي خايفه ان اللي قدامك يرفضك، خايفه ان اللي قدامك يرفض فكره المنتج اللي انت بتعرضيه عليه، خايفه ان اللي قدامك يرفض فكره الشغل. خلينا في المنتجين اللي هو في تجميع النقط بس. الرفض ده حاجه عاديه جدا، ويعني موجود في كل حاجه في حياتنا. اللي انا يعجبني ما يعجبش اختي، ما يعجبش صاحبتي، ما يعجبش جارتي. اللي هو ما يعجبنيش ممكن يعجبهم هم، عادي جدا. الرفض ده اصلا بيزيدك خبره. اللي كان حاضر مع دبل دايموند انجي في الميتنج اللي هو بتاع اللي هو من يومين ده، اللي كان حاضر الميتنج، هي كانت ادتكم مثال وقالت لكم ان اكبر حد من رجال التسويق في العالم كان ابنه عايز يدخل مجال البيع المباشر. هو ده كان اكتر حد ناجح على مستوى العالم في مجال البيع المباشر. فابنه راح يقول له انا عايز ابدا شغل واشتغل في المجال ده. وطبعا هو رايح له بقى بحماس، وقال له طيب انا هقول لك على حاجه، ده اختبار، لو نجحت في الاختبار ده يبقى انت هتنجح في المجال ده وهقدر ادخلك واخليك تشتغل معايا. روح هات لي 100 رفض، هات لي 100 حد بيرفض فكره البيع المباشر. المفروض ان هو يقول له روح هات لي ناس تسجل معاك عضويه، روح هات لي ناس تشتغل معاك. لا، ده بيقول له روح هات لي 100 رفض، 100 حد بيرفض ان هو يسجل معاك او يشتغل معاك في مجال البيع المباشر. فبقى مستغرب، قال له لو انت جبت لي ال 100 رفض دول يبقى انت كده نجحت في الاختبار الاولاني. ليه؟ هو لما يجيب 100 رفض هيبقى عنده 100 رد على الرفض اللي جاله. هو جاله 100 اعتراض، هيبقى عنده 100 رد.
هيتعلم فن الإقناع، فن الرد، مهارة الإقناع للي قدامه. هو هيكتسب مهارات وخبرات ما كانتش موجودة عنه، هيبدأ يفكر ازاي يرد على الاعتراض اللي قبله ده. طبيعي جدا ان احنا في حياتنا بتقابلنا اعتراضات كتير، هو هيبدأ خبرته هتزيد، هيتعلم اكتر، هيقدر ازاي يدور على حلول للمشاكل اللي هي بتقابله. هو لما انا مارس واتعلم غير لما انا اسمع الرفض من بعيد، انا همارس بقى واقعد افكر كده الرفض ده هتعامل معاه ازاي. وطبعا احنا الحمد لله عاملين لكم قناه الردود والاعتراضات، اللي هو هتردوا على اي حد هتاخدي تنسخي وبكل سهوله هتبعتي لها، مش هتتعبي. طيب علشان عمليه البيع دي تتم، في حاجه كده الله يمسك بالخير يا مستر عمرو كان بيقول في زيتونه في النص. ايه هي الزيتونه دي؟ عمليه الحماس. لو اللي قدامي ده عنده حماس هيقدر يقنع اللي قدامه. انا لو جيت كده بقول للحد اتفضل ايه، خدي الكتالوج ده، بصي دوري لك كده على منتج خديه، الكتالوج ده مليان عروض وشوفي كده ايه العرض اللي هيعجبك. ورحت بقى سبت لها الكتالوج ومشيت، سبت لها الكتالوج ونمت. ثانية واحدة، مش عارفة هو ايه اللي حصل. ثانية واحدة. كده الدنيا تمام، مش عارفة فصل خرج مني مش عارفة ليه. لو انا اديت لها الكتالوج ورحت نمت، هي مثلا مسكت الكتالوج كده، اول ما فتحت الكتالوج الحمد لله ما بقاش فيه كتالوج لان ده كان خطأ كبير الكل بيها. لقت كده بصت لقت البرفانه مش عارفه بكام، لقت مش عارفه مجموعات النوفاجي مش عارفه بكام. ايه ده ايه ده؟ لا انا مش عايزه المنتجات بتاعتكم غاليه. احنا اصلا ما بنعملش كده، احنا بنقول لك ادي الحاجه بحماس للي قدامي. انا لو جيت مثلا راحه مثلا في اي مكان وخدت معايا بلاش ده خدت التندر كيد الصغنن ده وجربته كده وحطيته مثلا على ايدي او على شفايفي وقلت لاي حد معايا او شافني وانا بجربه كده حسيته عندها حب استطلاع فظيع، وشافتني محافظه عليه وبطلعه مثلا ده قرصه ناموسه ده ارطب ايديا اعمل اي حاجه، فهي بقى عندها شغف عايزه تعرف ايه ده. والله بصي شايفه المنتج ده منتج سحري، ده اول منتج الشركه بتاعتنا عملته، معمول من سنة 1967. الشركة كانت عاملاه علشان يعالج الحروق ويعالج الجروح، بيرطب الشفايف، بيتقل الرموش، استخداماته كتيرة جدا جدا وكل شوية بنكتشف له استخدام مختلف. فهي هتبقى عندها حب استطلاع ان هي عايزة تجرب المنتج ده، انا خليتها تجربه فعلا. تمام، فهي هنا بعد شويه هي تقول لي مثلا انا عايزه نفس المنتج اللي انا شفته معاكي او عايزه نفس المنتج اللي انا جربته معاكي. حماسي انتقل ليها. لو انا رايحه مثلا اشتري عبايه، لو رايحه اشتري مثلا النقاب اللي انا لابساه ده وجربت الالوان عليا، يعني انا كنت الاول بلبس اسود بس ما كنتش بلبس الوان خالص، واللي في المحل دي قالت لي والله الالوان ده جميل عليكي قوي وحلو وغيري فانا اقتنعت. هي بقى بتتكلم بحماس وبتتكلم بمصداقيه والله شكله جميل عليكي ومش عارفه ايه، فاقنعتني. انا ممكن اكون ما كنتش مقتنعه بس اقتنعت من كلامها وجبته. حاجات كتير بقى قيسي عليها، اللي انت حماسك هو اللي بيقنع اللي قدامك. لو انت عندك خبره او جربتي منتج واستفدتي بالمنتج ده وعالج لك مشكله هتقدري تنقلي الفكره لغيرك. طيب طبعا كتير من ده بنشتري حاجات وننقل حماس اللي قدامنا ده او اللي بيبيع بيقدر يقنعنا بيها وممكن اكون انا مش مقتنعه بيها واستحاله ان انا ممكن اشتريها، ومن حماسه ليا قدرت اقتنع واشتريتها. طيب عاوزه اقول لكم ان السيستم بتاعنا بتاع الشركه ده سيستم جبار ما بيظلمش حد. اكبر عضو في الشركه لاصغر عضو في الشركه لسه مسجل حالا، كل واحد فينا بياخد حقه، محدش بيتظلم، مفيش حد بياخد حقه على حساب حد تاني. نجاحك بقى والتزامك وجديتك هم اللي هيخلوكي تقدري تحققي مكاسب وتحققي نجاح معانا.
طب ايه هو بقى موضوع النقط اللي احنا اصلا المفروض هنتكلم عنه؟ وانا وجعت دماغكم بكلام كتير، بس كان لازم اديكم المقدمه دي او امهد لكم علشان تعرفوا اصلا احنا ليه بنطلب منك ان انت تعملي اوردر او تجمعي النقط بتاعتك. ايه الاستفاده اللي انت هتستفاديها؟ بصوا، هو مجال النقط ده يعني موضوع النقط ده موجود في مجالات كتير. موجود مثلا في كارفور، لو خدتي منتجات وعملتي نقط كذا هتاخدي خصم كذا او هتاخدي هدايا كذا. في شركات طيران، لو انت مثلا وده طبعا ذكاء من شركات الطيران، سافرتي معاهم اميال اكتر، يا اما بيعملوا لك خصم على رحله تانية هتسافريها، يا اما بيدوكي رحله مجانيه. ولما يكون في حاجه زي كده، اكيد طبعا انا لما اجي اسافر مش هتعامل مع اي شركه تانية غير الشركه دي، علشان الشركه دي هتديني ميزه، اللي هو يا اما هتديني خصم على رحله تانية انا طالعاها، او هتديني رحله مجانيه. فبالتالي بقى انا لما احب اتعامل او اسافر مش هسافر مع اي شركه تانية غيرها. ايه بقى فكره النقط عندنا احنا هنا؟ هو بالظبط اورفلام شغاله بنفس المبدا ده بقى، اللي هو خدي منتج، جمعي نقط، اعملي 100 نقطه هتاخدي هدايا على 100 نقطه 750 جنيه، اعملي 100 نقطه هتاخدي كاش باك 1000 جنيه، اعملي 100 نقطه هتاخدي كاش باك 1500 جنيه. طب ايه اللي يخليني ما اعملش ال 100 نقطه وانا اقدر اعملهم بكل سهوله؟ وازاي بقى تتعلميهم؟ واقول لك على افكار كتير. برضو البنوك برضو شغاله، بس انا مش عارفه نظامهم بصراحه قوي. على زي موضوع النقط، اللي هو مش عارفه خد مبلغ اكبر، مش عارفه يبقى ليك ايه، او حط مبلغ اكبر، او الوديعه عدد سنينها اكبر ومبلغها اكبر، يعني مش فاهمه النظام بالظبط يعني. طيب ايه المشكله؟ هي اورفيلام هي اللي بتخليكي مثلا تاخدي ادوات النظافه الشخصيه بتاعتك؟ ولا انت طبيعي اصلا اي بيت في الدنيا بيستخدم شامبو، بيستخدم شاور، بيستخدم معجون سنان، بيستخدم اي حاجه؟ بصوا، المعجون طبعا لما بيكون عليه عرض، انا كان عندي واحد هو قرب يخلص، ولما نزل عليه عرض جبت واحد تاني. انا كده كده هستخدم المعجون، فايه اللي يخليني اروح اجيبه من الصيدليه؟ اللي يخليني اروح اجيبه من اي مكان تاني؟ ما انا كده كده هحتاجه، ما دام نزل عليه عرض يبقى اجيب تاني، عشان انا لما احتاجه الاقيه موجود وابقى اخدته بسعر رخيص. ودي الميزه بقى الناس الشاطره اللي بتعرف تفكر عشان تاخد المنتجات بسعر قليل. طيب ايه المطلوب منك؟ خدي احتياجك الشخصي مش اكتر منه، وعلى قدر استطاعتك مش اكبر من استطاعتك اللي انت فعلا محتاجاه. يعني ابدأي اعملي مثلا علشان تستفادي، او بهديه موجوده عندك على كودك. انا كان عندي مثلا مشكله هالات، مشكله الهالات دي لما خدت علاجها مع مشكله الشعر بتاع بنتي عملت تقريبا 30 40 نقطه، كان فاضل لي 60 نقطه عشان اخد هديه البرنامج الترحيب. طب انا عايزه اخد، كانت برفانه قيمه جدا، اللي هي تقريبا كانت برفانه رجالي، اللي هي كانت بوسز. البرفانه دي سعرها مبلغ وقدره، وكنت هاخد هديه على 100 نقطه 49 جنيه. فاللي هو ايه ده، فاضل 60 نقطه واخد البرفانه القيمه دي. طبعا كانت ريحتها في الكتالوج تحفه، فاتشقلبت كده اللي هو سلفتي كانت موجوده، كان السكراب ده كان موجود، قلت لها تعالي كده، وقمت مطلعه لها السكراب، وقلت لها بصي كده، ادعكي على ايدك كده او على وشك، في حبيبات زي حبيبات السكر. بصوا، عارفه هي واضحه لكم في الكاميرا ولا لا؟ في حبيبات زي حبيبات السكر، اللي هو قشرت لها وشها وهي قاعده معايا، بصت لقيت وشها فيه نضاره، وشها افتح من اول مره تستخدم المنتج. قالت لي لا ايه ده، انا عايزه المجموعه دي. كان المجموعه دي عليها عرض ساعتها، جبت لها الماسك والسكراب، قعد معاها تقريبا 4 أو 5 شهور. الماسك والسكراب ده بيقعد كتير جدا، لان زي ما انتم شفتوا انا خدت كميه صغيره وعملت ازاي على ايديا، لسه اهو في حبيبات بتقشر اهو. وخدت كريم التفتيح وخدت الغسول، وكانت مبهوره. ادي كده حد عمل معايا 20 نقطه كمان، بقى فاضل لي 40 نقطه. سلفتي التانية بتحب الميك اب شويه، قلت لها بصي في مسكره، ومسكره اورفلام طبعا مسكره كمان، مش مسكره اللي هو ده، مسكره تجميليه هتقل وتطول الرموش، ومش بتهبب، مش بتتكتل، مش بتعمل اي مشاكل. وكان ساعتها تقريبا مش عارفه كان في عرض او ايه، مسكره نازله مجانا على حاجه، وخليتها استخدمتها عجبتها جدا. كانت نازله لي، مش فاكره كان في، يعني انا مش فاكره قوي بصراحه، الكلام ده من سنه وشويه. كان في عرض اللي هو يعني زي العروض اللي بتنزل لنا كده، اللي هو مش عارفه خدي من صفحه ايه لصفحه ايه ينزل لك حاجه مجانا، كان نازل لي المسكره مجانا. لما جربت المسكره قالت لي لا انا عايزه نفس المسكره دي، المرطب ده تحفه جدا.
مش عايزه اقول لكم ان هو يعني بصوا هو مش عارفه لونه باين ولا لا. لونه باين اهو، كانه حاجه طبيعيه جدا. وفي اصلا بصوا الماده البيضاء اللي فيه دي. لما جربوا الحاجه قدرت بكل سهوله وانا قاعده في نفس القعده جمعت ال 100 نقطه بتوعي وخدت البرفانه الهديه. وقدرت اجمع كمان يعني كان في هديه برفانه تانية على 150، وكان في على ال 200 مش عارفه مجموعه ميك اب هديه او حاجه زي كده. يعني كان زمان الهدايا بصراحه كانت تحفه يعني. فخدت كميه هدايا تقريبا باكتر من 3000 جنيه، اللي هو اصلا كمان بعتها واستفدت بثمنها. وانا اصلا ما كانش في دماغي ان انا ابيع او اعرض على حد منتج واقول له اشتري. هو بس القعده كده جابت مع بعضها، وانا في دماغي ان انا لازم اخد الهديه دي، مش هسيبها تروح مني. فالموضوع سهل مش صعب. طيب احنا عندنا في الفريق زي ما انا قلت لكم مؤهلات دكاتره مهندسين من كل الطائفيه. فتجيلي مثلا دكتوره تقول لي طب انا هدرس المنتجات. يعني انا هقول للناس خدي مني منتجات يا ستي، والله العظيم مش عايزاكي تسوقي، بس ابدأي بنفسك انت، عالجي مشكله. يعني انا كان معايا مره دكتوره كانت بتحضر رساله الماجستير، وكانت عايزه تدي الدكتوره اللي بتشرف على الرساله بتاعتها مجموعه نوفاج هديه. فخدت مجموعه نوفاج هديه للدكتوره دي. بعد اسبوع بالظبط لقيت اكتر من 5 من اصحابها عايزين مجموعات نوفاج بقى. كل واحده كانت على حسب سنه، كان في اللي هي لسن ال20، لسن ال30، لسن ال40، لسن ال50، كل واحد على حسب سنه. فهنا بس لما بنجرب المنتج ونتكلم عنه بنقدر نقنع اللي قدامنا بكل سهوله. لكن انا لو ما جربتش مش هقنع غيري. طيب طبعا احنا عندنا افكار كتير جدا لتجميع ال 100 نقطه. الشركه بتقول لك لو عملتي الاوردر الشخصي العادي انت كده فعلتي عضويتك وبداتي شغل معانا، وهتبداي الخطوه الثانيه بقى اللي هو التدريبات، وتبداي توصلي لمرتبات وسفريات وشيكات والقاب، وتبداي بقى تحصلي على نص الكوبايه المليان كله. طب ايه هي بقى؟ هل انا افكاري انا تنفع مع، يعني انا مثلا انا موجوده في ارياف، هل الافكار اللي انا بستخدمها في تجميع النقط تنفع مع حد تاني مثلا موجود في اسكندريه، موجود في القاهره؟ كل واحد اكيد عنده افكار مختلفه، وكل واحد ليه البيئه اللي هو عايش فيها مختلفه. مش كل الناس زي بعضها، او مش كل الافكار اللي تنفع معايا تنفع مع غيري. فاحنا عندنا مثلا في الفريق تجارب كتير جدا جدا جدا، وهحكي لكم منها يعني كده في عجاله افكار لناس استخدمتها ازاي تجمع ال 100 نقطه. يعني في مثلا حد قال انا جربت المنتجات ولما لقيت النتيجه بتاعتها كويسه قلت لواحده من جيراني وكانت موجوده عندي، خليتها جربت المنتج وهي عندي. فلما جربت المنتج عجبها جدا النتيجه بتاعته، وقالت لي انا عايزه مجموعه نوفاج، انا عايزاكم تشتغلوا على النوفاج. النوفاج اولا متوفره، ثانيا بتديكي 25% نقط زياده. النمو السريع اللي عايز يوصل بسرعه اشتغل على النوفاج. بتعالج كل مشاكل البشره، بديله البوتكس، بديله الفيلر، بتعالج كل المشاكل اللي موجوده اللي هي يعني هتجيب معاكي من الاخر. اللي هو يعني انا بدات بدايه قويه هتقعد 4 أو 5 شهور، بتاخدي عليها كاش باك من الشركه 750 جنيه تختاري بيه منتجات على حسب بقى كمان اصلا البرنامج اللي عندك ايه. ممكن تكوني في خطوه 2 خطوه 3 على حسب انت بتسمعي الفيديو ده وانت في خطوه كام. ممكن تكوني عضوه قديمه ليكي برضو كاش باك 750 جنيه بتختاري بيهم. بتاخدي مننا احنا بقى عليها 5 اعضاء هديه تبداي شغل بيهم. اللي هو تاخدي 5 اعضاء بس تكوني اهم حاجه خلصتي التدريبات وبداتي فعلا تنفذي وبداتي تدخلي، عشان لما تاخدي عضوه تبقى احنا، او العضوه دي امانه عندنا، هي داخله لينا علشان ان هي تشتغل، فعندها ثقه فينا. فما ينفعش اديها لحد لسه بيتدرب يكون هو لسه مثلا ما خلصش التدريبات تدخل الاعضاء، او مش هيقدر يتعامل. انا هساعدك، هتابعها وكل حاجه، بس لازم انت تبقي قد الثقه دي او قد المسؤوليه دي. واحده تانية بتقول انا كان عندي مشكله في شعري، عالجت المشكله اللي في شعري دي وبدات انزل صور ليا قبل وبعد على حاله الواتس. مش شرط هي بس، ممكن تاخدي من قناه او بدات تنزل شرح المنتجات على حاله الواتس. وقالت بقى بما ان انا جربت المنتجات وعرفت فعلا المنتجات جابت نتيجه، خلاص انا هبدا انزل على حاله الواتس، واللي يطلب مني بقى ان شاء الله ربنا يكرمني واجمع النقط بتاعتي على مدار الشهر. في حد تاني مثلا قال انا جربت المنتجات وعلشان اتعلم الاول
وفعلا لما بدات اتعلمت بقى عندي ثقه في المنتج، واقدر اتكلم عن المنتج كويس وارشحه لغيري، وانا واثقه فعلا ان المنتج ده هيجيب معاه نتيجه 100%. ما عنديش شك، مش هرشح غلط عشان انا درست المنتجات. جربت فعلا المنتج وعالج لي مشكله، فبالتالي برشحه وانا واثقه فيه. واحده تانية بتقول انا كنت خايفه اجرب المنتجات، بس يعني استحاله ان انا احط منتجات على بشرتي او شعري، خايفه يعني ان هم يعملوا لها اي مشكله. وبعدين لما دخلت الجروبات وشافت تجارب ناس كتير، ودخلت مثلا الجروب بتاع الريفيوهات اللي هو بتاع المنتجات، شافت صور لناس كتير قبل وبعد، فهي الخوف ده الحمد لله مشي من عندها، وجربت فعلا المنتج. واول ما جربت المنتج ده بقت مندهشه جدا من النتيجه، وبدات بقى ترشح برضو لغيرها وهي واثقه 100% من المنتجات. واحده ثالثه بتقول انا كنت لسه جديده وعايزه اعمل 100 نقطه عشان اخد البرنامج الترحيبي واستفاد بيه. فقعدت ادور كده واشوف راي الناس اللي قبلي في المنتجات، تجاربهم، هستفاد ازاي، او ايه المشكله اللي ابدا اعالجها عشان تبان عليا والمشكله دي تتحل، فاللي حواليا يبداوا يقتنعوا من غير ما انا اكلمهم او اقول لهم. وفعلا خدت منتجات عالجت مشكله عندها. لما المشكله دي اتعالجت عندها، بدا اخواتها يطلبوا منها، خالتها تطلب منها، سلفتها تطلب منها، وبدات تساعد نفسها وتساعد اللي حواليها في علاج مشاكلهم. وطبعا خدت ساعتها تقريبا، يعني هي بتحكي وتقول انا خدت خصم على يعني خدت الهدايا بتاع الكاش باك، وخدت خصم المستوى كمان الاثنين. وبدات بقى تدريبات وبدات شغل. واحده تانية بتقول برضو انا لسه جديده وبدات بنفسي الاول، اللي هو عالجت مشكله عندي، وما كانش فارق معاها انها تستفاد بالبرنامج الترحيبي قد ان هي خلاص تبدا شغل وتوصل بقى للمكاسب او للفلوس. وكان عندها ابنها تقريبا عنده مشكله، فعالجت الاثنين. فلما المشكله اتعالجت، بدات اللي هي ايه بقى، كل اللي حواليها عايزين يجربوا، هم خلاص شافوا نتيجه قدامهم، فبالتالي هم عايزين يجربوا، هم واثقين 100% ان خلاص هو انا في تجربه قدامنا وفي حد قدامنا جرب، فبالتالي احنا لما نجربها مش هنخسر حاجه يعني. في واحده ثالثه بتقول، او رابعه بقى او خمسه يعني انا قلت كذا مثال، بتقول ان هي كان عندها مشكله واختها كان عندها مشكله، عملت اوردر، عالجت المشكله بتاعتها. وبعد ما عالجت المشكله بتاعتها، بدات تساعد بقى هي واختها يساعدوا اصحابهم اللي موجودين في دايره معارفهم في علاج مشاكلهم هم كمان. وبدا بالنسبه لها تجميع ال 100 نقطه دون ممكن اكتر منهم بكل سهوله، تقدر تجمعهم اللي حواليها كل شهر، وبقت هي مصدر ثقه. اي حد عايز حاجه من اورفلان مش هيدور على حد غيرها، ان هم عالجوا مشاكل، مش خدوا منتج وخلاص. يعني مستغرب قوي اللي يقول لي انا عايز اي منتج افعل العضويه. طب ليه؟ احنا اصلا بنقول لك ابداي اتعلمي اللي هو عالجي مشكله. واحده تانية بتقول كان عندها عيد ميلاد لناس كتير جدا في شهر من السنه، وقالت خلاص انا كده كده اوريدي هشتري هدايا للناس دي، ليه ما اخد لهمش الهدايا دي من الشركه من عندنا، مثلا اخد مش عارفه لمين كحل، لمين مسكره، لمين روج، لمين ايا كان بقى الهديه اللي هتاخدها، او برفم، اخد هدايا من الشركه، هستفاد نقط تتحط على كودي، هوصل لمستوى بالنقط دي سواء بقى نقطي او نقط اعضائي. وهبدا ان انا اديتهم منتج مجانا، اللي انا اصلا كده كده كنت هشتري هديه بفلوس، بس هي ناصحه شويه ما شاء الله عليها وفكرتها حلوه جدا. بدل ما انا اديتهم منتج مجانا، ولما هم جربوا المنتج المجاني ده اللي حللهم مشكله او انبهروا بيه او عجبهم، هم دلوقتي بقى عندهم ثقه في المنتج وهم جربوه ببلاش، فلما يعوزوا بقى منتجات مش هيبقى قدامهم حد تاني غيرها. ما شاء الله عليها بجد، يعني شاطره، فكرتها جميله. في حد تاني بيقول مثلا انا قعدت ادور على العروض اللي موجوده في الكتالوج، زي ده مثلا اهو عليه خصم 70% لحد يوم 10، فرصه الحقوه ب 288. والله 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 انا فاتحه ده قرب على اكتر من 7 شهور، لسه فيه، بصوا لسه فيه اهو، تفتيح بقى، ترطيب، نعومه، مش عايزه اقول لكم اهو بدات تدور. بصوا لو شايفين، يعني مش عايزه اقول لكم بتحسي بنعومه رهيبه لما بقى تغسلي وتدهني البادي لوشن بعد منه. ده كان عليه عرض الشهر اللي فات، احنا بناكله
طبعا انا بدور على الحاجات اللي عليها عروض عشان استفاد بيها، وانا كده كده هجيب منتجات. إيه اللي يخليني اجيب من بره؟ من اول ما دخلت الشركه استحاله اجيب اي منتج من بره او البلاد. طبعا هو انا جبته الشهر ده عشان عليه عرض، وطبعا الخصم لحد يوم 10 فرصه الحقوه، بجد فرصه لن تتكرر، ب 288 جنيه، وبجد تحفه 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 تحفه، وبيقعد فتره طويله جدا. عايزه اقول لكم دايما انا باخد الشاور بتاعي بيه بجد. اي منطقه بقى فيها غمقان، اندر ارم، بيكيني، ركبه، كوع، ايد، عايزه تفتحيها، رهيب بجد. تستخدمي بعده بقى ممكن في الاماكن الحساسه الايفن اوت الليلي، او الميلك اند هاني اللي هو التاني ده، بس هو خلصان عندي. فركزوا على العروض، ركزوا على العروض واستغلوها. زيت جوز الهند اهو كنت جايباه ب 130، شوفوا هو دلوقتي في الكتالوج بكام. فالحاجات اللي بيبقى نازل عليها عروض ما تضيعوهاش منكم، ما تضيعوهاش منكم، استغلوها، اشتغلوا عليها. هي كانت بتقول ان هي بتبعت العروض اللي هي بقى باسعار العضويه مش بسعر الكتالوج. كانت بتقعد تجمع العروض اللي موجوده وتبعتها للناس اللي هم اصحابها قرايبها على الخاص، وتوريهم السعر قبل وبعد. يعني مثلا عندي ده اهو هنا قبل ب 289، بعد الخصم بتاع الشهر ده مش الشهر ده، يعني في الشهر اللي هو كان فيه ب99. فلما اشوف السعر ده واشوف السعر ده، ولسه في كمان خصم العضويه اللي انا هاخده بيه، فهنا الناس بتنبهر وبتروح عندها فكره خالص ان المنتج غالي، لان هو خد المنتج وشاف الخصم بتاعه وسعره قبل وبعد. فبيعوا باسعار العضويه، مش لازم تكسبوا من المنتج، اهم حاجه ان انتوا تجمعوا نقاطكم من غير ما تدفعوا فلوس. بعد ما يبقى ليكوا تجربه تقدروا تتكلموا عنها، اهم حاجه التجربه بتاعتك هي اللي هتفيدك وتخليكي تبقي شاطره جدا في المنتجات وتتكلمي بثقه. طيب احنا طبعا عندنا قناة المنتجات فيها شرح المنتجات، واحنا بننزل لكم كورسات من كل وقت للتاني. ابدأي رشحي، اعملي ترشيحات لدايرة معارفك القريبة، دايرة معارفك البعيدة. لما يبقى في ثقة بينك وبين اللي حواليكي، هم اللي هيطلبوا منك من غير ما انتوا تقولي لهم. يعني في ناس مثلا ممكن تقول لاصحابها، في حد مثلا يقول لك انا ما بخرجش، او اتربيت على اني مش بخرج. يعني ممكن عمتي دي كل فين وفين على ما اروح لها، خالتي دي كل فين وفين على ما اشوفها، مش بخرج الا هو في الدايره القريبه قوي قوي قوي، اللي هو اختي، بيت بابايا او مامتي، ولا اكتر ولا اقل. فدي تعمل ايه؟ ممكن تاخد ريفيوهات اللي هي الصور اللي بننزلها قبل وبعد، ومثلا تعمل جروب وتضيف عليه قرايبها قوي دول، وتنزل الصور قبل وبعد، وتبدأ تتكلم عن المنتجات أو تعمل أفكار عن المنتجات، ريفيوهات عن المنتجات. لأن الريفيو ده بيفرق جدا 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 جدا، غير ان انت تاخدي شرح منتج كده او توريه لحد. يعني لا، ان انت لما تنزلي ريفيو عن منتج وصور قبل وبعد بتفرق جدا 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 مع اللي بيشوفها، وتخليه بقى عايز يجرب، عايز يشوف. فبدأوا هم يقتنعوا، وشافوا مثلا صورها هي قبل وبعد، هم كده كده خالتها عمتها، يعني مش حد غريب عنها. بدأوا يطلبوا منها المنتجات على الرغم ان هي مش جنبهم ولا معاهم، بس بدأت ان هي مثلا ممكن تعمل الاوردر على كودها الشخصي، استفادت بالنقط والمنتج راح لهم الشركه. انتوا عارفين انها بتوصل على اي عنوان ورقم تليفون، فده برضو باب تقدروا تستفيدوا منه. الناس بقى اللي بتقعد تقول انا ماليش حد، انا بعيده عن اهلي، بعيده عن معارفي، بعيده عن صحابي، لا، تقدري ترجعي تجيبيهم من الحته دي. ركزوا على المنتجات اللي عليها عروض، ما تسيبوهاش تضيع. اشتغلوا على العروض جدا جدا قبل ما تخلص. النهارده خلاص بقى 4 تقريبا، او النهارده 4 اي. الحقوا اللي لسه باقي عندكم. البرفن اللي هي بتاع لوفد اب دي برضو عرضها حلو جدا وسعرها حلو جدا. السكراب ده، الكريم بتاع ميلك اند هاني بتاع الجسم، في الكريم بتاع القدم، في كذا منتج عليه. المسكرة دي تقريبا برضو عليها عرض. التندر عليه عرض ب95 تقريبا. فابدأوا استغلوا الحاجات اللي هي عليها عروض. في ناس مثلا ممكن تعمل جروب على الواتس وتضيف عليه دايرة معارفها البعيدة أو القريبة، تبدأ تنزل عليه شرح منتجات، وبيبدأ برضو يطلب منها المنتجات. في ناس بتقدر اللي هي
تشتغل بكذا طريقه يعني. فشوفي انت ايه اللي هينفع معاكي في الدايره بتاعتك. انا طبعا شرحت لكم انا عملت اوردر ازاي. انا اصلا عمري ما قلت لحد تعالى خد مني منتج. انا كل اللي انا بعمله بنزل شرح المنتج زي ما بنزله في الجروب بتاعنا على حاله الفيس او حاله الواتس، مش اكتر. بتكلم عن المنتجات اللي هي عليها عروض. اي منتج عليه عرض بتلاقيني بنزله، بلاقي الناس خلاص هو بقى في ثقه، هم داخلين يسالوني ويقولوا احنا عايزين كذا احنا عايزين كذا. ففي افكار كتير بقى انا قلتها هو نبداوا اشتغلوا عليها، وابداوا بنفسكم الاول، لان فاقد الشيء لا يعطيه. ودي السلمه الاولانيه اللي انت لو طالعه بيت لازم هتعدي على الدور الاول. هو ده الدور الاول اللي هو بتاع الاوردر الشخصي، اللي هتتعلمي بيه، مش اللي هو اوردر وخلاص. اللي هتعالجي بيه مشكله عندك عشان تثقي في المنتج وتقدري تتكلمي عنه. اللي هو انت بتاخدي المنتج اصلا زي ما انا قلت لكم قبل كده في كذا ميتنج، بالخصومات بتاعتنا بناخدها ازاي، او الفرق بين المنتج من عندنا وعند اي حد تاني ازاي. حاولي استخدامك الشخصي من بره لجوه، انت المستفيده. عشان بقى توصلي للمرحلة التانية أو تطلعي الدور التاني، لو تاخدي تدريبات إدخال الأعضاء، تبدأي تشتغلي، المديرة بتاعتك تعلمك إزاي تدخلي أعضاء، إزاي تشتركي في جروبات، إزاي تردي على الناس، إزاي تسجلي الناس، إزاي تحطي خطة تمشي عليها عشان توصلك لمرتب 1200 جنيه 2000 جنيه أيا كان بقى المرتب اللي أنت هتوصلي له. إزاي توصلي لشيك أو توصلي اللقب، إزاي توصلي لسفرية جوه مصر أو بره مصر، ازاي تكوني فريق، ازاي تبقي قائد قوي. فعدي من الخطوه الاولانيه عشان تطلعي للخطوات التانيه اللي هي تبقى سبب نجاحك، اللي انت داخله معانا علشانه اصلا. انت داخله عشان تزودي دخلك، داخله علشان تغيري حياتك، داخله عشان عندك حلم عايزه تحققيه، داخله عشان عندك هدف عايزه توصلي له. خلي هدفك ده مكتوب قدامك كل يوم كده. بصي على الهدف بتاعك او بصي على الحلم بتاعك واكتبيه، حدديه. عايزه تشتري حاجه، اكتبي الحاجه اللي انت عايزه تشتريها دي، وروحي كده ادخلي على المستويات، شوفي المستويات بتاعتنا. 3% ده طبعا ده حاجه بسيطه اصلا تقدري اي حد يعمله لوحده. 6% مرتبه كام، 9% مرتبه كام، 12% مرتبه كام. وشوفي انت الحاجه اللي انت عايزه تشتريها دي لو وصلتي مرتب 9% اللي هو مرتب مثلا 900 جنيه او 1200 جنيه، هتوصلي المرتب ده في قد ايه؟ في شهر؟ في شهرين؟ طب شوفي انت ايه المطلوب منك عشان توصلي للمستوى ده. انا مش هدخل معاكم في حته الادخال، انا كده هو كان الهدف من الاجتماع ده ان احنا نتكلم عن ازاي اجمع النقط بتاعتي. فلو في اي حد من اللي معانا عنده سؤال او عايز يسال عن حاجه، انا بس هوقف التسجيل واعمل تسجيل تاني.